السلام عليكم ورحمة الله، مرحبا بكم مشاهدي الأعزاء، مرحبا بكم في هذا الفيديو الجديد. كيف ديما مع الدجاجة ديالنا في العربية أو في البادية أو في تمازيرت كما كنقولو بالأمازيغية تمازيرت. مرحبا بكم يا إخوان في هذا الفيديو. الحمد لله الدجاج ديالنا كيف كتشوفوا الحمد لله راه في صحة جيدة. جبنا ليه اليوم مع الغداء، جبنا ليه الخبز كارم، هزناه بالماء ودرنا معاه شي قشيرات ديال البصلة وخلينا ليه يعني الجلوف ديال البيض حتى هو راه مزيان للعفون، خصوصا الانسان اللي غيشدو ويحطهم في شي حاجه تولي بودر واللي يعني يديرهم مع النخال الخبز ويندمجهم بعضياتهم ويحطهم الدجاج ديالو ياكلهم في وسط الغداء أو في الصباح مع هاد الوقيته ديال البرد. من الأفضل يسخن بنادم شوية ديال الماء باش يعني يرطب به الخبز ويدير معاه النخاله، وكيف قلنا يضيف مع هذيك البودرة ديال البيض، القشور ديال البيض كيف كنقولو، يدبهم ويديرهم إن شاء الله مع سميتو مع النخاله والمساج، يديرو مع النخاله إن شاء الله مع الخبز كارم، ونضيفو عليهم القشور ديال البيض ونعطيوهم إن شاء الله للدجاج ديالنا. كيكون يعني حتى داك البيض اللي كيخرج لينا بلا قشرة راه مزيان ليها الإخوان، مزيان ليه بزاف. وهاد الوقيته خصوصا هاد الوقيته ديال البرد من الأفضل الإخوان نعطيو للدجاج ديالنا شي حاجة سخونة، شي حاجة سخونة، خصوصا اللي كيضيف الناس اللي كاينين اللي كيضيفوا بزاف ديال المسائل مع الوجبات اللي كيعطيو للدجاج ديالهم باش يسخنوا شويه، خصوصا الحلبة الإخوان. الحلبة راه مزيانة بزاف للدجاج، ومن الأفضل مرة يعطيها ليهم الإنسان مع الماكلة، وكذلك الماء من إلا لقيتها الإخوان. هنا العش ديال البيض ديالنا الحمد لله راه كاينة شي بركة الحمد لله، كل نهار الحمد لله كتلقى شي بركة، اللهم لك الحمد، الله يجعل البركة. وكيف قلنا الإخوان بالنسبة للماكلة تكون الإخوان يعني تكون متونعة، ما نبقاوش نعطيو غير واحد الماكلة، نعطيو كل مرة واش نعطيو الخبز، نعطيو الشعير، نعطيو المهم نوعو الدجاج ديالنا الماكلة باش حتى هو يعطينا واحد النتيجة اللي هي مزيانة في البيض وفي اللحم، وما يكونوش عندنا الأمراض يعني هذا الشيء اللي المهم الماكلة نقية ومتونعة، يعني نوع الماكلة، وكذلك النظافة مرة الإنسان على الأقل واحد السيمانة ينظف المكان اللي كيبات فيه الدجاج ديالو، ومرة يعاونو الإنسان بشي فيتامينات في هاد الوقيته ديال البرد. ونتمنى إن شاء الله يعجبكم هاد الفيديو، ما تنسوناش الإخوان في شي لايك ولما لا تبارطاجوا هذا الفيديو مع الأصدقاء ديالكم، وكذلك إلا عجبك الفيديو ولا بانت لك شي حاجة يعني غتنصحنا بها، فنحن لنا الإشارة، وكنتمنى يعجبكم الفيديو الإخوان، نتمنى تتبعوا الفيديو حتى الاخر. وتحياتي للمشاهدين الاعزاء، وكنشكركم بزاف، كنشكر المتابعين ديالي اللي كيتابعوا هذه القناه ديال سعيد بن الماعز، يعني راه كان كنلوحوا يعني الناس اللي كيبغيو يبيعوا شي حاجه راه كنلوحوها حتى هي في القناه. وكنتمنى ان شاء الله يعجبكم الفيديوهات ديالنا، والحمد لله راه عندي الماعز غير دابا الحمد لله مازال ما استعدتش باش نعطي يعني نلوح الفيديوهات ديال المعز، عندي المعز ربي، نتمنى من الله عز وجل يسخر لنا ولكم وجميع المسلمين. الدجاج ديالنا ها هو راه كياكل معنا، كياكل الوجبه ديالو، شفتوا القشور ديال البيض اللي قلت لكم راه كيموت عليهم الدجاج، ما تلوحوهمش، هذوك راه كنز كيجينا من الدجاجه، يعني كنرجعوه ليها
وكتستافد منها حتى هي الدجاجة في الماكلة ديالها، خصوصا ملي ما كيكونش الحجر في المسرح ديال الدجاج، لأن هذا الحجر هو اللي كتاكل الدجاج، هو باش سميتو باش كتطحن الماكلة